تعال يا حيلت، هذا أنت هتاكل علقة محترمة. هم بيضربوني علشان أنا ضعيف وبابا ميت، بس أنا مش هسكت. أنا اتبهدلت بعدك يا بابا. أنا عايز أبقى ملاكم شجاع زيك. أنا عايز أبقى ملاكم شجاع يا عمو الكابتن. عايزك تساعدني في التمرين. أنا هجري لحد ما نفسي ينقطع علشان أبقى ملاكم شجاع زي بابا. دلوقتي ده ميعاد تمرين الضغط. انزل واطلع براحة وخد نفس عميق. دلوقتي تعالى تتمرن شوية ملاكمة مع بعض علشان أعلمك الأساسيات. التمرين ده صعب قوي يا عمو الكابتن، أنا مش قادر خالص. دلوقتي ده ميعاد تمرين الباي. ده هيفجر دراعك وهيخلي دراعك أسطوري. وبعد مرور 10 سنوات من التمرين المستمر، تمارين الكارديو دي مهمة جدا علشان أقدر أقاتل في الحلبة. أنا لازم أتمرن بقوة علشان أبقى جاهز في أي وقت. ساعدني يا ربي. أخيراً جه الوقت اللي كنت مستنيه يا مياو، وهتبقى ملاكم قوي وأسطوري. أنت بقى المنافس بتاعي. ده أنا هعمل منك بطاطس محمرة وبوفتيك دلوقتي. انت بتحلم يا مياو، ده أنا هخليك تكره اليوم اللي لعبت فيه ملاكمة. اوعى تضيع الماتش من ايدك يا مياو. الخصم بتاعك قوي، بس انت ادخل بالقضية على طول. خد بقى الضربة القاضية في الحتة الفاضية يا قطقوط. أنا نجحت وبقيت بطل وحققت حلمي وبقيت ملاكم قوي وأسطوري زي بابا. أنا بقيت أسطوري زيك يا بابا، بس نفسي يعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة ويفعلوا زر الجرس.